مساء الخير يا مدام، اهلا بحضرتك. ايوه اتفضلي سؤالك ايه؟ مستر، انا عندي مشكله كبيره. انا جايبه مدرس لابني في البيت وبيقعد معايا لوحده طول النهار، بيقعد معايا اكتر من 3 ساعات، والولد بيجيب سكور حلو قوي مع المدرس. طب حلو. بس بيدخل الامتحان الحقيقي سكوراته مش حلوه خالص. ايه الحل؟ يا مدام انت جايبه المدرس لابنك كانك عامله له حضانه في البيت، لا شاف الطالب اللي اشطر منه ولا شاف الطالب اللي اقل منه، فبيحصل يا جماعه خداع للطالب وللمدرس، لانه ما هو لوحده، هو هيعرف هو اشطر ولا اخيب منين؟ هو لوحده. لازم يدخل مع طلبه كتير عشان يعرف مستواه ايه. طول ما انت حاطه بياخد درس لوحده، بالذات في السنين الكبيره مش في الاطفال. الاطفال الصغيرين اقبل 1 تو 1 سيتويشن علشان يديله معلومات لوحده، لكن لما يكبر بعد ثالثه اعدادي الطالب لازم يكون مع اقرانه عشان يشوف مستواه، مش عارف هو صح ولا غلط. فالطريقه دي غلط. مدرس البيت في السنين الكبيره غلط، مش مفيد، بيديك فيك انديكيتور عن الولد. عشان كده المدرس طبعا معاه وهم قاعدين قاعده حبي، الولد بيحل حلو قوي، لكن يجي في الامتحان يكتشف ان هو في السباق العام في ليفل تاني خالص. لو سمحتوا بلاش دروس 1 تو 1 في السن الكبير، ده تحذير من مستر ايمن كالوس.